بقلبي. وهلا اذا حبيتوا الفيديو تابعوني على شو بيقولوا عليه هذا الاحمر، سبسكرايب يمكن مو هي، والجرس نقولوا لي انا اقرا يخلي لي اياكم يا رب. سعد اوقاتكم احبابي، معكم مطبخ ماما رح اقدم بقناتي اشهى المأكولات الشرقيه. بتمنى منكم تدعموني وشكرا لكم. وهلا رح نبدا باكلتنا كباب هندي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي الأكلة كباب هندي معروفة مو يعني مو بالشام عنا بس، بكل البلاد معروفة، البلاد العربية يعني حصرا. وهي الأكلة عم ساويها يعني لكل أحبابي، وبالذات للبنوتات يعني اللي بيبقوا هلا على وشك مثلا زواج، على وشك مثلا يعني هيك. الله ربي هيك يفرحنا بكل هالصبايا. هيك البنوتات هيك اذا حبوا يتابعوني يخليكم امهاتكم يا رب. سهله يعني سهله ما بدها. بهارات اللحمه رح اترككم اياها بصندوق الوصف باذن الله تعالى. وهلا اصدقائي انا حطيت معلقتين زيت بلدي، وهلا بنبلش نمسك اللحمه كباب الهندي ونحطها مشان هلا بلش يحمى الزيت مشان تنقلب. هيدي انا ساويتها قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تكون عجبتكم. يعني الزيت مثل ما حكينا معلقتين زيت بلدي، ما بدها اكثر. يعني انا ساويت الزيت البلدي مشان يلي ما بيكون يعني موجود عنده سمنه ما بيأثر. زيت البلدي كثير ظريف ومفيد، نفس الوقت مفيد للجسم كثير صحي يعني انا لو ما كان عندي ما باكلهم يعني ساوي الزيت البلدي. ليش؟ لانه مفيد اكثر من اي سمنه بالنسبه. نحاول نحن انه نوسعهم كلهم بالمقلاية مع احلاهم. ان شاء الله كلهم يا رب هيك تساووا هون وتطلع هيك ظريفة هيك مثل هي واحسن مني كمان. معي انا بكره البنوتات الحلوين كلهم يعني ذات الديون. نقلبهم هيك واحدة واحدة يعني كثير سهلة، ما بدها يعني لا إجهاد ولا تعب ولا شيء. مو متشغل كثير قليل، مو كثير. وهلا أحبابي بلشنا نقوم كرات اللحمة كباب هندي. شايفين ما أحلاها؟ هتحمل الشغل ب5 دقايق. أحلاها يعني نحطيها هيك شوي بس بالزيت عشان ما يصير محمر. وهلا رجعت لكم احبابي. هلا على الزيت كمان حميت الزيت، وهلا عم حط البصله. طبعا يعني بتعرفوا بنعرف انه الكواش الكباب الهندي ما بيصير من دون بصله. نقلي هالبصله فرمتها انا ناعمه يعني قدرت انه تكون ناعمه يعني طيبه مع شو اسمه مع البندوره. سبحان الله بتعرفوا انتوا البندوره فيه بصل يابس يعني زي ما احلاهم.
وانا هلا قليت البصله وخلص صارت يعني مستويه ما احلاها صارت. هلا بنضيف البندوره فوق منها اللي انا ساويتهم، يعني 6 7 بندورات بتجي لكم هيك، يعني انا ساويتهم، وانتم بقى اللي بتحبوه المعيار اللي بتحبوه انتم بتفرموا قد ما بدكم، يعني هي صفية يعني شغله اختياريه بقى، الانسان على قد ما بده يعني يساوي بيساوي. خلي لي اياكم احبابي. هلا هيك بس لنقوم شوي بس بعد ما قلينا البصلة استوت ما احلاها راحت يعني. بعد كمان البصلة شوي البصلة وهلا احبابي بنتركها لتستوي، يعني نص استواء تستوي لشوي مشان ورجيكم انه نحط لها البهارات اللي هي بدها اياها. هلا احبابي نحط الغطا نخليها تستوي لها بس استوى يعني. وهلا احبابي نقول انه البندوره استوت يعني ما احلاها صارت. وهلا بنحط ملح البندوره للكواج، يعني هو حسب الرغبه يعني. انا عندي هيك بكفي. حركه شوي، حركها مع الملح ما احلاها. هلا بنحط بابريكا كمان حسب الرغبه. هي كلها هي طعمتها لا هي حده ولا شيء، كثير نكهتها طيبه يعني بتجنن مع الاكل. حطينا حسب ما هي تطلب يعني طيبه، يعني بابريكا كثير ظريفه. كمان بنحركها شوي ما احلاها. هلا بنحط زنجبيل بنحط هدول كمان اللي حاططهم انا كلهم ما كترت يعني الا شوي زنجبيل ناعم. وهي احبابي هيل حطينا جنزبيل، وهلا الهيل حطينا مشان يعطي نكهه وطعمه كتير حلوه وظريفه بتجنن يعني. وهي بودرة ماجي، هي بودرة ماجي حطينا كمان، ما حطيناها كلها الماجي يعني على حسب الرغبة، يعني انه ما بدها كتير لانه حطينا ماجي كتير ظريفة وممتازة ما احلاها. وهلا هيك حطينا البهارات الكاملة. وهلا فينا نسقط اللحمة. طبعا هي لحمة الكباب اللي قليناها سوا، قليتها قدام من فوق. هلا بنسقطها لأن البندورة الكواج يا عيني ما أحلاها طيب بتجنن. وهلا بنكمل حط الكباب الهندي بالكواج، بنكملوه سقطناهم وحدة ورا وحدة. شايفين أحبابي ما أحلاها الأكلة والله ظريفة. حبيت أصور لكم إياها. إن شاء الله بتساووها وبتطلع معكم مثلي وأكتر كمان. شايفين ما أحلاها. وهلأ هيك أحبابي حطينا الكباب الهندي كلهم سقطناهم بقلب الكواج، لأنه شفتوا البهارات حطيناهم كاملين وسقطنا اللحمة وكلها خالصة ما أحلاها بتجنن. وهلا بنرجع بنغطيها مشان تكمل شوية هيك نغمرها اللحمة مع الكواج مشان تطلع الطعمة كتير طيبة. وهلا أحبابي بعد ما استوت طبقناها نحن وياكم سوا. هلا استوت بإذن الله تعالى، رح نسكبها هيك قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو رأيكم؟ بالله يعطيكم رأيكم. مو شي ظريف، مو شي بشهي يا عيني. شايفين ما أحلاها بعد ما طبخناها. قلينا اللحمة مثل ما ورجيناكم شلون سوينا اللحمة، شو سوينا الكواج.
هاي بعد ما ركزناها وركزنا بهاراتها وطبخيت، استوت اللحمة بقلبها وصارت ما أحلاها. ها هلا عم نسكبها. يا عيني اي والله بتشهي. يا عيني يا عيني والله إذا طبختوها هيك وطلعت هيك مثل حكاية هي وبتطلع أطيب كمان بإذن الله. يا عيني ما أحلاها والله. هي الكواج والله طيبة مع الكباب الهندي والله بتجنن. وهيك والله شو ظريف. يا عيني والله كمان الريحة شلون بدي اوصلكم الريحة ما بعرف. والله شي ظريف والله سبحان الله. كل اكل الكواج تغيير. والله انا فيني الكم الريحه فظيعه يعني. انا عم صورها بس الريحه كتير دوختني يعني دوختني. شايفه ماما ما احلاها؟ شي مو معقول ابدا. اصدقائي يعني احضروا الفيديو لماما وطبقوا الوصفه واعطونا رايكم فيها بالتعليقات لان عن جد رهيبه. ان شاء الله يسووها وتطلع معهم ان شاء الله كمان اضبط من هيك ان شاء الله باذن الله. وهلا احبابي خلصنا طبخه الكواج كباب هندي وساويت كاستين رز. يعني طيب الرز قدام الكواج. بتعرف انت هذا الكواج كباب هندي رفيقه للرز سبحان الله. ما مو طيب يعني من دون الرز قدامه. خلي لي اياه بقلبي. وهلا اذا حبيتوا الفيديو تابعوني على شو بيقولوا عليه هذا الاحمر، سبسكرايب يمكن مو هيك، والجرس نقولوا لي يا نقرا يخلي لي اياكم يا رب. وحطوا لي هيك تعليق حلو ولايك، شاركوني باللايك كمان يخلي لي اياكم. اذا حبيتوني تابعوني حبيبات قلبي، ونقروا الجرس مثل ما حكيت يخلي لي اياكم. هلا بقول لكم بامان الله.